وسهلا. أنا برحب ببوابة مصر الأخبارية والعاملين عليها، وسعيد بوجودهم في نادي وادي النيل. ما هي أبرز القطاع الناشئ اللي أنت توليت تدريبه؟ والله أبرز فرقة أنا مسكتها بصراحة في النادي مواليد 91. دول أنا ابتديت بيهم مشواري من البداية، كان من عام 2005. عام 2005 ابتديت بيهم، هم كان عندهم 14 سنة لحد ما وصلت بيهم 20 سنة. الحمد لله كنت بلعب بيهم كل سنة دوري قطاعات، وكنت بعمل نتائج. وأبرز النتائج اللي عملتها كانت 2007 2008 كنت أخذت مركز ثاني على مستوى الصعيد والألمنيوم. مع الألمنيوم كان خد أول وأنا أخذت الوصيف. كان ساعتها كان معاهم عمرو جمال، اللي هو عمرو جمال اللي بيلعب في الأهلي دلوقتي، هو نجم منتخب مصر ونجم الأهلي. وكسبنا الماتش ده هنا 4-2 كان مع الرأفة. ورحنا الماتش الثاني هناك اتغلبنا 2-0 كورة بلن، وكورة كان فاول، كورة بايلك يعني. وعملت ماتش كويس يعني الحمد لله. بعد كده كان آخر سنة بقى ليا معاهم كان 19 سنة، أخذت بطولة الصعيد، لعبت دوري قطاعات الحمد لله، ما تعادلتش ماتش، فزت الماتشات كلها واخذت البطولة عن جدارة. وتاني الموسم اللي بعده كان 20 سنة لعبت بيهم بطولة الجمهورية. كان آخر موسم ليا معاهم كان في 2011 2012 اللي هي بطولة الجمهورية. أبرز اللعيبة اللي كانوا معك؟ أبرز اللعيبة اللي كانوا معايا هم تقريبا كلهم. في مثلا منهم موجود دلوقتي في الفريق الأول طارق جد الله، حماد عبد المتعال، عمر حندك، محمد فتحي طغيان، أحمد عمر موكا. وبرضه من البارزين كانوا اللي راحوا في أندية تانية. وفي ناس برضه ظروف كليات مثل الدراسة، ظروف التجنيد مش موجودين معايا ومش موجودين في النادي الموسم ده. أحمد ممدوح، مصطفى بشي، علي حمام اللي انتقل كان للحصاية وبعد كده راح الشمس، إسلام زكي، أحمد رفعت، لمونة كان برضو لاعب ارتكاز 10/10، معتز عبد النعيم كان موجود لحد السنة اللي فاتت الموسم اللي فات، وحاليا بيلعب في نادي الشمس، وهو هداف فرقة الشمس في القسم الرابع. وفي محمد فتحي، أحمد رجب ومنصور رمضان، دول معارين لنادي الهلال. وفي أحمد ماهر. أنا مش عايز أنسى حد. في تاني اللهم صل على النبي، في حارس مرمى برضو، في برضو مواليد 93 كانوا بيلعبوا معايا باستمرار، محمد أبو سريح عبد الرحمن يوسف اللي هو عبد بلوزة، الشهرة عبد بلوزة، كان موجود معايا برضو، لعب معايا كان في 91 والسنة دي هو بيلعب برضو في الفريق الأول. وفي محمد عبد الرحمن، وفي أبو بكر اللي انتقل لنادي غرب أسوان، في علي حسين، خالد جلال اللي حاليا بيلعب في نادي أبو الريش، وفي اسمه ده محمود ربيع. يعني لو المجموعة دي موجودة فرقة بالكامل بصراحة هيعمل نتائج كويسة مع الناس اللي موجودين برضو حاليا. في دعم من النادي لقطاع الناشئين، دعم مادي من النادي لقطاع الناشئين؟ والله الدعم المادي أساسا النادي ماديا يعني حالة النادي ما يسرش أساسا يعني. طبعا الاهتمام كله هيكون، الدعم كله هيتحول فين؟ للفريق الأول طبيعي يعني. الدعم هم على قد ما بيقدروا بيدعموا، بس ما فيش اهتمام زي الأول بالناشئين. احنا الفترة السابقة كان فيه اهتمام أكتر من كده للناشئين، وعملنا نتائج وطلعنا فرق وما شاء الله يعني. الفرقة فرقة الناشئين هم اللي صعدوا بالفريق الأول
للقسم الثالث، وفي منهم موجودين برضو دلوقتي في الفريق الاول في مجموعه زي احمد عامر مواليد 96 وما زال هو في الناشئين. في طبعا طارق جد الله وحماد عم متعال وعمر الحارس عمر حندق ومحمد فتحي طغيان. في محمد عبد الدايم لمونة هو معار لنادي ابو الريش، ومنصور رمضان واحمد رجب برضو معارين لنادي الهلال. وفي طبعا زي ما قلت لك انا في الاول في ناس برضو عندها ظروف تجنيد وظروف دراسه مش موجودين مع الفرقه السنه دي. شكرا كابتن. انا برحب المره الثانيه ببوابه مصر الاخباريه والعاملين عليها، وسعداء بوجودكم في نادي وادي النيل. شكرا.